الاهلي هيحل اتحاد الكوره ويخليهم يبيعوا بلالين. قول يا نجاتي انفخ البلالين علشان عيد الميلاد. مساء الفل على كل متابعينا، ما تنسوش اللايك والشير. الاهلي بيجهز مذكره عشان يرفعها للجهات المعنيه. ليه بقى؟ ما الرجاله عماله عامله دوشه، بدل ما تلم الدور عمال يوسعوه، الاتحاد عمال يضرب من تحت ويقوم عامل لك ما علينا. الاهلي بيجهز ملف عشان التجاوزات اللي حصلت مع الاهلي، مع لاعيبته، ضربة الجزاء، كل الحاجات دي. اخرهم بقى اللقطة الاخيرة اللي هي النهاردة، لقطة التكريم بتاع الحكام. وقت ملوش اي لازمة انهم يكرموا الحكام، ما علينا. وكرموا كمان بقى الحكم اللي سبب في ترند ضربة الجزاء، الكابتن محمود وفا. برضه ما علينا يا سيدي، حقك تكرمه براحتك مع ان الوقت غلط. طيب كمان بقى جايب واحد حكم مسؤول عن تقنية الفار، هو اللي بيقدم الحكام او هو اللي بينادي على الحكام. طب ما تجيب منسق اعلام، ما تجيب متحدث اعلام، ما علينا يا سيدي، ما عندكوش. هات حد بقى يتكلم. يوم بقى الراجل بقى ضرب واحده من تحت الحزام كده، اللي هي بقى الكابتن محمود وفا ابن كفر الشيخ، مع ان جمله ابن كفر الشيخ دي معروف ان هي عامله ازمه. برضه كبر الموضوع وراح مشعل الدنيا ومستفز الجماهير، مستفز الإدارة. فالأهلي بيجمع كل النقط دي في ملف، وإن شاء الله يقفل لكم الاتحاد إن شاء الله. يوم بقى الكابتن هنا أبو ريدة بقى عايز يثبت حسن نية، يقول لك هنحيل السيد مراد إلى التحقيق لما بدر منه من تجاوزات أثناء حفل التكريم. لا يا جدع، أقسم بالله، يعني الحاجات دي أنتوا مش متفقين عليها؟ يعني هو الحفلة دي مش بترتبوا لها؟ فعلينا هو كده كده التحقيق معروف يعني، والنتيجة معروفة، بس هي يعني بيضرب ويلاقي من الآخر، يعني اضرب ولاقي. أونطة في أونطة كلها يعني. ما علينا، لما نشوف الدنيا توصل فين، بس هتنفخ البلالين.